واش عمرك فكرتي زعما فين كتمشي ديك الحوايج اللي كتصدق بها؟ مثلا صباط. هذه فكرة مهمة بزاف. تخيل معايا تصدق بصباط وتدوز شي يامات قليله وتلقاه كيتباع في شي حانوت ديال البال في شي بلاد بعيده ما عمرك مشيتي ليها. وياه هذه تماما هي القصة اللي وقعت لواحد المؤثر ألماني، ماشي خيال هذا راه بصح. كيفاش؟ عاودي لينا. هاد السيد كان عنده فضول، بغى يعرف بصح فين كتمشي هاد التبرعات. فشنو دار؟ شنو دار؟ خدا واحد الصباط قديم عنده ياك، وقبل ما يتبرع به لواحد الجمعية معروفة في ميونخ خشى فيه واحد الجهاز ديال التتبع صغيور GPS زعما. اوه فكره ذكيه هذه باش يتبع الرحله ديال الصباط، والهدف زعما كان باين. الهدف كان واضح، يشوف بعينيه المسار ديال التبرع ديالو، واش بصح كيوصل لمن يستحق ولا فين كيمشي. ايوا وهنا فين غتكون المفاجاه الكبيره ياك، شنو وقع للصباط؟ تماما، الصباط مسكين شد الطريق ودار رحلة طويلة ماشي سهلة. شحال تقريبا؟ قطع تقريبا شي 800 كيلومتر، داز على دول منهم كرواتيا. 800 كيلومتر؟ وفين مشى من بعد كرواتيا؟ وفي الأخر فين استقر؟ في البوسنة والهرس، تما فين عاود لقى الصباط ديالو. لا في البوسنه. وكيفاش لقاه؟ لقاه معروض للبيع في واحد الفيترينا ديال شي محل ديال البال تماك. كيتباع. كيتباع؟ وشحال دايرين ليه في الثمن؟ قالك شي 10 أورو. دخل السيد للحانوت، قلب الصباط مزيان وتأكد. كيفاش تأكد؟ هو كان داير فيه شي علامة قبل ما يتبرع به، فهمتي؟ لقاها باقا تما، عرفوه هو نيت. يا لطيف. وأكيد مول الحانوت مسكين تخلع من اللي عرف القصة. آه لا العكس تماما، مول المحل بكل بساطة شرح ليه الموقف. وشنو قال ليه؟ قال لي شوف هادشي اللي وقع راه عادي جدا، حنا التجار ديال البال كنتعاملوا مع الجمعيات الخيرية. كيفاش كيتعاملوا؟ الجمعيات كيجيوهم تبرعات كتار بزاف ديال الحوايج، كتر من داكشي اللي يقدروا يفرقوا. ايوا كيبيعوا داك الفائض بالجملة للتجار. كيبيعوه بالجملة. ودوك الفلوس اللي كيشدوا من البيع كيمولوا بهم المشاريع الخيرية الأخرى اللي عندهم، يعني ماشي شي حاجة مخبية. واخا فهم دابا، يعني بحال شي سيستم خدامين به. ولكن واخا هكاك، هاد القصة من اللي عرفوها الناس دارت ضجة ياك؟ أكيد دارت ضجة كبيرة بزاف، حيت كتخلي الناس يتساءلوا. بالضبط، كتخلي الواحد يسول راسو، هاد التبرعات اللي كنعطيو بنية أنها توصل لشي واحد محتاجها، واش بصح كتوصل ليه هو نيت؟ ولا واش هي غير طريقة باش الجمعيات يجمعوا الفلوس لمشاريع أخرى، وخا تكون مشاريع خيرية حتى هي، والتجار حتى هما كيستافدوا في الطريق. بصح هادشي كيخلي الواحد يفكر مزيان قبل ما يتبرع، ولا على الأقل يسول على المصير ديال التبرع ديالو. هي ماشي القضية ديال الواحد ما يتبرعش، ولكن يعرف أن الطريق ديال التبرع ماشي ديما مباشرة كيف ما كنتخيلوها. فعلا فاش كتعطي شي حاجة بنية صافية، مهم تعرف فين كتمشي في الحقيقة وشنو المصير النهائي ديالها. سؤال الصراحة صعيب ولكن مهم نطرحوه.